مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. وفيديونا اليوم هواي طلب من عندي إعادة الكيكة المحسن. رادوها بالعجانة، يعني شلون فرق العجانة عن الخفاقة. وراح نبدي على بركة الله بطريقة العمل. بداية هنا نضيف 7 بيضات وكوب سكر. هذه الأكواب القياسية، اليوم أنا اشتغلت بالأكواب القياسية. ما متوفر عندك الأكواب القياسية تقدر تشتغلين بالقلاصات العادية. وملعقة طعام محسن، هذا المحسن يصير جل، وللمعجنات يصير البودر، يعني الكيك يصير جل. وراح أضيف هنا عندي 3 ملاعق طعام زيت، ونضيف قطرات من نكهة هنا الفراولة، هاي النكهة المركزة الشفافة. إذا ضفت أكثر من قطرات راح تصير مرة، بس النكهات 1000 دينار تقدرين تضيفين ملعقة شاي. هنا هاي عندي المواد السائلة. أضيف ملعقة طعام خل أبيض. الخل يعني يقضي على الزفرة مالت البيض بالكيكة، ما تبقى أي زفرة مالت بيض. هنا كملنا المواد السائلة، خليتها بالعجانة. راح نجي على المواد الجافة. شنو المواد الجافة؟ قلاصين ونص طحين. قست القلاصين ونص طحين بهذا الكواب، يعني نفس القسط بالسكر أقيس بيه الطحين. وطحين استعملت أنا الفاخر. وهنا عندي ظرف بيكنج باودر وظرف فانيلا، وملعقة طعام نشا. هنا بدي ضفت المواد السائلة، شغلت العجانة. أهم شي الطحين تنخلوه بنات 3 مرات. أول مرة على يعني بطء، خليتها مو سرعة شوية، وصعد حركة العجانة. العجانة شنو الفرق يقولون بنات؟ العجانة أكيد سريعة، أسرع من الخفاقة. شوف السرعة وينها وشوف سرعة الخفاقة وين. هاي المواد السائلة. هنا أضيف خلي البيكنج باودر الفانيلا ويا الطحين، بس الطحين لازم تنخلوه 3 مرات، أقل شي 3 مرات. اللي أستعمل دائما الطحين طحين فاخر الكويتي، وأي طحين موجود عندك، يعني مو إلا نفس الطحين اللي عندي أني تقدرين تشتغلين. أهم شي نوعية زينة. بعد ما كملنا المواد السائلة وصارت هيك بنات، هنا بدينا راح نضيف الطحين على يعني وجبتين أسويها. شوفوا شلون صار مواد. بدينا نضيف نص الطحين هنا، نص البقة الثاني بعدين أضيفه. أبدأ أشغلها. أهم شي أخذوا، إذا ما متوفر عندها العجانة أخذوا الخفاقة، كل نوعيتها تصير زينة، لأن العجانة بنات تضاعف المواد وتصير المواد كلش يعني هواي أكثر من الخفاقة، بحيث اللي قياسها 22 هسه أنا عندي راح يصير هواي بالقدر. أنا الخفاقة اللي أشتغل بيها عندي سرعتها كلش زينة. هنا عندي نص قلاص مي، دائما أقول نص قلاص مي. المي أضيف ربع هسه، وربع من أضيف الطحين مرة ثانية. عجانة اللي عندي والخفاقة اللي عندي أحسها نفس السرعة، يعني صحيح العجانة أسرع، والعجانة الحلو اللي بيها تضيفين كل المواد وتشتغلين، هي تشتغل يعني بدون ما أنتي لازم الخفاقة بيدك تشتغلين. بس هواي عوائل ما متوفر عندها العجانة تقدر الخفاقة نوعية زينة تشتغلين بيها، يعني ما تفرق عن نفس الطريقة. هسه راح أضيف الطحين بقى. هذا القياس اللي سويته قياس 22، يعني القالب 22. هنا أضيف الربع البقى المي. اللي تشتغل نفس الطريقة اللي أنا دا أشتغلها بنات ما تخرب عندها أبد، إذا كانت بالعجانة أو كانت بالخفاقة. هنا أسرع العجانة. شوف إيش قد الخليط صار. حتى من أشتغل بالعجانة اليدوية عن الكهربائية همتين أحسه نفس العجين ونفس الخليط. بس مرات أكو عجانات سعرهن خفاقات سعرهن كلش رخيصة ب12,000، هاي بساعة تحمى يعني. هسه كملنا العجين. شوفوا هذا العجين نفس اللي أشتغله بالخفاقة، أحسه ماكو فرق، بس السرعة اللي بيها هواي، يعني السرعة على السرعة. إذا كان شغلي بالعجانة الخفاقة نفس الشي. هسه هذا عندي اللي القالب قياس 22. هسه أنا
خليت الفرن شغلته على درجة 180 مدة 10 دقائق. بعد ال10 دقائق بنات أخليها بالفرن على درجة 160 مدة ساعة كاملة. شوفوا العجين شلون صار ثلث القالب، والقدر يعني بين بس شوية من عنده. أضربه 3 ضربات على مود يطلع الهواء داخل العجين، وأخليها على بالفرن ساعة كاملة على درجة 160. بعد 160 أفحصها وأشوف هذا مستوية، أطلع وذا بعدها أرجعها بالفرن، وإن شاء الله راح تشوفونها. وهاي كيكتنا الحلوة بعد ما جهزت، وشوف ارتفاعها ما شاء الله. يعني شغلي بالعجانة وشغلي بالخفاقة ما يفرق أبد، بس السرعة قلت لكم العجانة كل سرعتها قوية. هسه تبرد وأقصها وتشوفونها من الداخل. وهاي كيكتنا الحلوة، شوف البياض مالتها شلون حلو. وإن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. هواي بنات سئلوا ورادوا الشغل بالعجانة يفرق عن الخفاقة. بالنسبة لي ما فرق، بس الخليط يتضاعف أكثر. ومع ألف ألف سلامة.